لو مديرك بيعمل كده دي مش قيادة، ده تحكم في نفسيتك. أول حاجة التخويف، تلاقيه يجيبك قدام زمايلك ويقول لك إيه، لو ما خلصتش أنا قلت لك عليه أنا همشيك. خلاص، وده طبعا بيبقى إيه مقصود بيه الإهانة والتقليل منك، والهدف الأساسي هنا هو السيطرة مش التحفيز. تاني حاجة يقعد يقول لك قدام الناس هي مش واقفة عليك، والشغل ما بيقفش على حد، والتيم مش هيقع لو أنت مشيت. والغرض هنا هو مش تقييم أدائك، الغرض هنا هو كسرك نفسيا. تالت حاجة بقى، ودي باشوفها في مديرين كتير متخيلين إن هي دي الطريقة اللي بتخلّيه يبقى جامد أوي يعني، إنه يعلّي صوته في أي حوار يحصل، meeting يعلّي صوته، مكالمة يعلّي صوته، لو one to one قاعدين بنتكلم يعلّي صوته. وهنا بقى بيبقى الغرض من القصة دي إيه، إن هو عايز يخرسك مش عايزك تتكلم، لو فتحت بُقّك هو عايز يسكتك. رابع حاجة إن هو دايمًا ينقدك قدّام الناس، ما يقعدش معاك one to one meeting ينقدك لأ، قدّام الناس يقِل منك قدّام الناس، بيطلّع أخطائك بس ما يقولكش الحاجات الحلوة قدّام الناس. وده بقى السبب منه إيه، إنه يخلّيك دايمًا خاضع وتحت السيطرة، وإن أنت دايمًا عينك مكسورة، في عار، أنت دايمًا بتغلط، كل زمايلك مش شايفين منّك حاجة غير إن أنت بتغلط بس. خامس حاجة بقى، يخلّيك دايمًا تحس إن أنت غلطان، عايز تحاول تراضيه، يشعرك بعدم الأمان، عايزك دايمًا تحاول تراضيه وتبقى عايش بعدم الأمان. دي حتّة هو بيبقى بيكسرك فيها نفسيًا أو بيوصّلك لحتّة معيّنة عشان دايمًا تفضل خاضع ليه، دايمًا تفضل تقول له حاضر حتى يكون كإنه بيمحي شخصيتك. خامس حاجة بقى يخلّيك تحس إنك دايمًا غلطان، يعني يبقى حاجة هو اللي أخرها وعمّال يلومك أنت، يخلّيك تقعد تلوم نفسك، وهنا هو عايزك تفضل طول الوقت تراضيه وتبقى حاسس بعدم الأمان. لو اتعرّضت لأي موقف من دول ابعت لي في الكومنتات قُل لي أي موقف حصل لك وأنا هارُد عليك في الmessages وأقول لك تقدر تتصرّف مع الموضوع ده إزاي. أنت تستحق الاحترام، ما تستحقش التلاعب.